ايه الاخبار؟ يلا بينا نعمل احلى وصفه براونيز. الوصفه دي بتطلع غنيه كده بالشوكليت وفودجي، بتطلع حلوه قوي. اول حاجه استخدمتها هي 200 جرام من الشوكليت، كواليتي كويسه لان الكواليتي بتفرق في البراونيز. زودت عليهم زبده ومعلقه نسكافيه، وبعدين هاخد الطبق واحطه في حمام مائي اللي هو ميه سخنه عليهم الطبق. هقعد اقلبهم لحد ما كل حاجه تسيح مع بعض، واول ما اتاكد ان كل حاجه دابت هجيب طبق تاني واحط فيهم 3 بيضات و150 جرام من السكر وفانيليا، وهخلطهم كويس قوي مع بعض. اللي هو هقعد اخلطهم لحد ما اتاكد ان السكر داب وكمان بقى لونه ابيض كده. هنزل خليط الشوكليت اللي احنا عملناه وهقلبهم كويس. نيجي بقى للنواشف، حطيت 100 جرام من الدقيق و35 جرام كاكاو خام، ونخلتهم الاتنين مع بعض ورشيت عليهم ملح. دلوقتي هحط كل حاجه على بعض وهقلبهم كويس. ولو لقيتوا ان الخليط تقيل معاكم شويه عادي، هو بيبقى كده. هقلبهم، بس في حاجه مهمه كمان ان انا ما اقلبهمش كتير خالص لحد بس ما كل حاجه تدخل مع بعض. واخر خطوه قطعت ميلك شوكليت بدل الشوكليت شيبس، انا بحسها كده احلى. قلبتهم اخر تقليبه، وهروح اجيب صينيه واحط فيها ورق زبده، وهنزل الخليط بتاعي وهدخلهم الفرن على درجه حراره 200. كنت مشغلاه من الاول لمده 20 دقيقه. وبعرف منين ان هي استوت؟ لما لونها من على الوش يفتح شويه، وبسكينه او خله بجرب من الجنب اشوفها استوت ولا لا، مش في النص لان هي في النص بتفضل لسه فاجي. وما تنسوش تسيبوها تبرد وتهدى خالص قبل ما تقطعوها، وبالهنا والشفا.